في ناس كتير بتجيلي على الانستجرام وتقول لي انا عايز ادرس كذا، ايه المعدل او ايه الدرجه المطلوبه مني عشان ادرس، وانا غالبا ببقى عارف الرقم المطلوب كام بالالماني، فاقول مثلا 1,7 او اللي هو مثلا 1.7. تمام، فالناس تبقى مستغربه قوي كده، يعني كام دي، كام في المية دي في الثانويه، ولا الجريد بتاعي كام في الجامعه. وانا طبعا بقى مش حافظ من دي كام لكل الارقام، تمام، وصعب جدا بقى ان كل حد يسالني اروح احسبها له واجي مش عارف ايه. فعشان نحل الموضوع ده بقى خالص، عملت لكم بقى كالكوليتر كده على قديمه، تمام، بتحسب لك المعدل بتاعك بالالماني. هو ده الغرض من البرمجه، صح؟ انك تحط شويه وقت تحل بيه مشكله مره واحده، وبعد كده تحلها بقى لناس كتير. انا عارف ان اغلب الكالكوليترز اللي بتحسب المعدل بتاعك بالالماني بتبقى لغه الموقع الماني اكتر، والناس لسه ما اتعلمتش الماني فصعب شويه مش عارف ايه. فعملت لك الآلة الحاسبة دي. تعال نخش على الموقع بتاعي هجرة دوت تك واشرح لك الموضوع بيمشي ازاي. ده موقع هجرة دوت تك، موقع انا اللي عامله عشان نساعد الناس اللي عايزة تدرس في ألمانيا. عليه خدمات ومعلومات كتير تفيد الناس، وانا بزودها كل شوية على قد ما اقدر. فهنا مثلا الناس اللي عايزة تسافر ألمانيا وتتعلم الألماني ولازم لها كورس لغة، هنا هتلاقي مدرسين ممتازين على جودة وأسعار معقولة جدا، ممكن يساعدوك ان هم يأهلوك ان انت تتعلم ألماني وتسافر وتدرس في ألمانيا. نرجع بقى لموضوع المعدل بالألماني. هتلاقي هنا اهي المعدل بالألماني، هتدوس عليها هيطلع لك فورم شوية معلومات لازم تملاها عشان تعرف معدلك بالألماني. حابب اقول نقطة بس عشان الموضوع ده confusing كده شوية، بيلخبط ناس كتير. في ألمانيا كل ما المعدل يبقى أقل كل ما يبقى أحسن، يعني أعلى حاجة خالص 1.0 وأقل حاجة خالص نجاح 4.0، يعني عكس شوية أغلب الناس. تمام، يعني كل ما يبقى اقل كل ما يبقى احسن. اعلى حاجه خالص 1.0 زي ما قلنا لو جبت 100%. تمام. فهنا يسالك اول حاجه على اقل درجه للنجاح، فنقول مثلا لو انت في الثانويه العامه اقل درجه للنجاح هي 50%. وبعد كده يسالك اعلى حاجه ممكن تجيبها ايه. طبعا نظريا نظريا طبعا ممكن تجيب 100% في الثانويه العامه. بعد كده الدرجه اللي انت جبتها نقول مثلا انت جبت 85%. وبعد كده هسألك على التخصص واقول لك ليه دلوقتي. نقول مثلا انت حابب تدرس برمجة، هتدوس على احسب بقى دلوقتي وهيطلع لك المعدل بالألماني بتاعك 1.9 او اللي هو 1.9. بعد كده كمان هديك فيدباك اللي هو نسبة قبولك قد ايه بالمعدل ده. تمام، وده طبعا مش حاجة رسمية، ده بناء على خبرتي والناس اللي انا شفتها قدمت واتقبلت وقدمت وما اتقبلتش. تمام، بس في الحالة دي طبعا 1.9 رقم معقول جدا انت ممكن تجيب بيه قبول جامعي في مجال البرمجة. هتلاقي الفيدباك تستطيع ان تحصل على قبول جامعي في اغلب الجامعات في المانيا بهذا المعدل. جميل قوي. هنفترض بقى دلوقتي ان انت مش عايز تدرس برمجه، نفترض ان انت عايز تدرس اي حاجه في المجال الطبي مثلا، فتدوس هنا على المجال الطبي. هتلاقي المعدل بتاعك هو عشان انت جايب نفس الدرجه. بس طبعا 1.9 مش كفايه خالص ان انت تجيب بيها قبول في المجال الطبي في المانيا، قليله جدا يعني. نسبتك تقريبا 0%، يعني ما فيش خالص. فنقول مثلا ان انت بدل 85 ان انت جبت مثلا 90% مثلا. اعتقد 90% ممكن تأهلك ان انت تجيب طب في مصر. هتدوس على احسب هيطلع لك ان المعدل بتاعك 1.6. بالرغم ان هو رقم الى حد ما معقول، بس ستيل ده رقم مش كفايه ان انت تجيب بيه قبول جامعي في المجال الطبي في المانيا، لان الموضوع صعب شويه. وهنا في ناس كتير بتتلخبط في الموضوع ده وتفتكر ان هي ما دام جابت رقم يأهلها ان هي تخش مثلا طب او طب اسنان في بلدها، ان هي ما تقدم على جامعه في المانيا هتتقبل عادي وبدون مشاكل وكده. الكلام ده طبعا مش صح. التنافس في المانيا على المقاعد الطبيه عالي جدا، سواء ما بين الالمان او ما بين الاجانب اللي هم جايين المانيا عشان يدرسوا حاجه في المجال الطبي، طب وطب اسنان والكلام ده. فحتى 1.6 من وجهه نظري مش كفايه. هنقول بقى مثلا ان انت جايب ايه بدل 90 98. تمام، فالمعدل بتاعك 1.1، رقم كويس جدا معقول قوي. عندك فرصه حلوه انك انت تقدم وتقبل. تمام، فهتلاقي الفيدباك لديك فرصه عاليه في الحصول على قبول جامعي بهذا المعدل. جميل قوي. في حاجات كمان ممكن تعملها تزود من فرص قبولك، ان انت مثلا توصل لاعلى حاجه خالص في اللغه اللي هي الموازي لسي 2. وفي امتحان اسمه اللي هو التست اس، اللي هو لو جبت فيه درجات معينه بيعدل لك المعدل بتاعك شويه، بيحسنه شويه. لو جبت درجات معينه مثلا بدل ما تبقى جايب 1.1 تبقى جايب 1.0، ويتحسن طبعا فرصك اكتر واكتر. في كمان حاجات ممكن تعملها بره التعليم بس بتحسن فرصك خالص، زي مثلا التطوع. الجامعات بتبص على الموضوع ده وتقول ده بيعمل حاجات كمان جنب التعليم بتاعه كويس، سواء بقى مثلا انت مشارك في رياضة او تطوع زي ما قلنا، والحاجات دي برضو الحاجات دي بتحسن فرص قبول. فانا شايف ان التول دي تول كويسه قوي انك انت تيجي بسرعه كده تحط درجاتك وتعرف معدلك كام. ممكن بقى مثلا لو انت اخدت مثلا فتره في الجامعه عشان مثلا ما تعملش السنه التحضيريه او كده، في الحاله دي لازم تعمل الثانويه العامه لوحدها. تمام، تحسب الثانويه العامه بتاعتك معدلك كام،
وتحسب معدلك كام في الجامعة، وبعدين تاخد المتوسط ده بقى هو اللي هتشوف على اساسه فرصك في القبول قد ايه. اتمنى تكون دي تول كويسة وتخدم الناس، بدل ما تقعد تدور واغلب الكالكوليترز والحاجات دي بالالماني، وانت اغلب الناس لسه ما بتعرفش تتكلم الماني كويس وتتعب شوية. فدي تك على ممكن في 30 ثانية دقيقة بالكتير تكون عرفت كل المعلومات اللي انت عايزها.